المشاهدون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. تطور زراعة الطاف بالري في مديرية تسني. منطقة لحازين تشهد ازدياد عدد الطلاب بنسبة 10%. دعوى لتوسيع التدريب المهني في إقليم عنسبة. معطل زعيم داعش للعمليات الدولية عبد الله مكي مصلح في العراق. حرائق وعواصف تضرب ولايتي أوكلاهوما وتكساس. وسريلانكا تحصي القرود والطواويس والسناجب بعد خسائر في المحاصيل. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أفاد مزارعو مديرية تسني بأن زراعة الطاف بالري على ضفاف نهر القاش باختيار الوقت الملائم يحقق نتائج مرضية. وذكر المزارعون بدء زراعة الطاف في منتصف شهر نوفمبر، ويتواجد حاليا في وضع جيد نتيجة لبرودة الطقس، مشيرين إلى أن السماد السائل الذي قدمته وزارة الزراعة تساعد في زيادة الإنتاج والإنتاجية وتخصيب التربة. وأوضح المزارعان سلمون ولدمدهن وإلياس تولدي أن زراعة الطاف ظلت تحقق نتائجا جيدا بإرشادات وتشجيع مكتب الزراعة في مديرية تسني، ويعملان في توسيع المساحات الزراعية. وقال خبير تنمية النباتات في مكتب الزراعة بمديرية تسني السيد عند مريم أملسوم إن زراعة الطاف بدأت عبر منمي البساتين المحدودين، ويقوم بتنميتها حاليا 17 مزارعا في مساحة تقدر ب 140 هكتار، ويتم إنتاج 12 كنتالا من الهكتار الواحد. ودعا المزارعين للتنمية الزراعية والتركيز على مزروعات الهضبة والبذور الزيتية. ازداد عدد طلاب مدرسة لحازين الابتدائية والمتوسطة في مدينة فروخ خاصة الطالبات. وقال مدير المدرسة الأستاذ عثمان صالح لوكالة الأنباء الإريتريا إيرينا إن إجمالي مشاركة الطلاب ارتفع بنسبة 10.3% والإناث بنسبة 14% هذا العام. وأوضح بأن الطلاب يتركون المدرسة بعد الانتهاء من تعليمهم المتوسط لعدم وجود مدرسة ثانوية في منطقتهم، داعيا للدفع بتجميع القرى وفتح مدرسة ثانوية لحل هذه الإشكالية. وحث مدير إدارة ضاحية كمهولي السيد عمر سليمان على افتتاح مدرسة داخلية في المنطقة، لأن أطفالهم غير قادرين على الدراسة بشكل صحيح والاستمرار في التعليم إلى أعلى المستوى نتيجة لعدم تجمع القرى. مدرسة لحازين التي بدأت تقديم الخدمات التعليمية الابتدائية في عام 1995 تم ترقيتها إلى المرحلة المتوسطة عام 2010، وتخدم ضاحيتي لحازين وكمهولي. طالب الشباب الذين يتلقون الدورات المهنية في مركز شالوت للتدريب في مدينة كرم بتوسيع التدريب المهني ليشمل المديريات. وأفاد الشباب الذين أدلوا بآرائهم لوكالة الأنباء الإريتريا إيرينا بأنه عندما يصقل الشباب معارفهم مهنيا فإن ذلك يساهم وينعكس إيجابا بشكل كبير في أنفسهم وبيئتهم. وقال المتدربون إن التدريب المهني يعزز المعرفة وحث الشباب على الاستفادة من فرص التدريب المهني المتاحة لهم في مجالاتهم. وقالت السيدة سنايد جبرهيوت إحدى مديرات مركز شالوت للتدريب إن المركز يعمل على ضمان تعليم الشباب للمهن التي يختارونها مقابل رسوم رمزية. وقد خرج العام الماضي 424 متدربا بينهم 170 متدربا، ويقدم أيضا التدريب هذا العام ل 170 متدرب ومتدربة. ويقدم المركز 11 دورات تدريبية مهنية تشمل تحرير الأفلام والجرافيكس والمحاسبة وإصلاح الهواتف المحمولة والتوزيع الكهربائي، بالإضافة إلى إصلاح الكمبيوتر والطابعات والفاكس وتركيب أجهزة الطاقة الشمسية.
وتشير مستندات مركز شارلوت للتدريب الذي افتتح في عام 2006 تحت إشراف الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا بأنه يوفر دورات مهنية بنصف السعر للطلاب الذين يحصلون على درجات عالية في جميع المستويات ومجانا للطلاب المتميزين. عقد قائد شرطة الإقليم الجنوبي العقيزة ميكائيل تخليا سيمينارات لطلاب المرحلة الثانوية من 25 من فبراير وحتى 3 من مارس حول القيم والأخلاقيات الحميدة. وتضمنت السيمينارات التي عقدت في مديريات دك أمحري وإمنحيلي ودباروا وعدخالة ومايمنة وصرونا تضمنت قيم المجتمع الإريتري والعولمة وتأثيرها بالإضافة إلى التأثير الإيجابي والسلبي لضغط الأقران والتطرف الديني وأسباب الحوادث والممارسات غير السليمة. ودعا مسؤول الخدمات التعليمية في المديريات الطلاب للتركيز على اكتساب المعرفة من خلال إدارة وقتهم بشكل صحيح، وأن يكونوا نموذجيين بوضع الدروس المقدمة موضع التنفيذ. وتشير وثائق شرطة الإقليم الجنوبي تسجيل 1032 جريمة و2877 مخالفة خلال عام 2024 غالبيتها ارتكبها الشباب، فضلا عن وقوع 304 حادث مروري و12375 مخالفة مرورية. نظم في 16 من مارس في مديرية دباروا أسبوع التنظيمات الشبابية تحت شعار سلاحنا الوعي وهدفنا التنمية المستدامة. اشتمل الأسبوع الشبابي الذي شارك فيه الطلاب والشباب العمال في القطاع العام وغيرهم اشتمل مسابقات الرقص والشعبي والشعر والرسم والابتكار والتصنيع والأزياء والقدرات الخاصة والمعلومات العامة والأغاني. وقال مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في المديرية السيد داوود منقسابه إن الأسبوع له دور في تأطير الشباب الذين يتحلون بثقافة وقيم مجتمعهم، وكذلك تفعيل المسابقات التي تجري على مستوى الإقليم واستكشاف المواهب والحفاظ على القيم. وأوضح المدير التنفيذي في إدارة مديرية دباروا السيد تخلى مريم جبريسوس بأن إدارة المديرية على استعداد لتقديم الدعم اللازم للدفع بالأنشطة الشبابية. من جهة أخرى قام طلاب المرحلة الثانوية في دباروا بمبادرة تبرع 334 وحدة دم يوم 11 و13 من مارس. وقال مسؤول التوعية في بنك الدم الوطني الممرض أبراهام تخلم أن التبرع بالدم الذي يقوم به الطلاب والاتحادات الوطنية وعمال القطاع العام وأعضاء جمعية المتبرعين الطوعيين بالدم يعكس الوعي المتنامي، مشيدا بمبادرة طلاب ثانوية دباروا. وأعرب الطلاب عن الارتياح لتبرعهم بالدم إنقاذا للحياة. يجري مشتل مدينة دك أمحري الاستعدادات لإعداد 150 ألف شتلة من مختلف أنواع الأشجار، وسيتم غرسها عبر النفير في حملة الخريف المقبل. وقال مسؤول هيئة الغابات والحياة البرية في مديرية دك أمحري السيد إدريس محمد سعيد لوكالة الأنباء الإريترية إنه تم تجهيز 130 ألف شجرة حتى الآن، وسيكون الباقي جاهزا قبل شهر مايو، مشيرا إلى أن هناك خططا لإدخال الأشجار الأصيلة على نطاق واسع لما لها من فعالية. من جانبه قال رئيس وحدة التنمية الاقتصادية السيد ميكائيل سيوم إن برامج إعداد الشتلات تتم بمشاركة كبيرة ونشطة من قبل المواطنين وموظفي الحكومة، وقال إنهم سينتجون الكمية المخطط لها في الوقت المحدد. وقال مدير مديرية دك أمحري السيد يماني أبرا أن زراعة الأشجار مهمة ملحة لا تقبل التأجيل من أجل مكافحة تغير المناخ، مشيدا بالحملات التي يقوم بها المواطنون في المشتل. مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم نعود لنوافيكم بالأنباء على الصعيد العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم على الصعيد العالمي. نشرت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي اليوم السبت مقطع فيديو من عملية استهداف مركبة ادعت فيه قتل زعيم تنظيم داعش للعمليات الدولية عبد الله مكي مصلح الرفعي.
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيان على منصة إكس تنفيذ غارة جوية دقيقة في محافظة الأنبار بالعراق بالتعاون مع قوات الاستخبارات والأمن العراقية. وقد أسفرت عن مقتل القائد العالمي الثاني في داعش رئيس العمليات العالمية وأمير اللجنة المفوض عبدالله مكي مصلح الرفعي الملقب بأبو خديجة وعنصر آخر في داعش. وذكرت بصفته أمير أعلى هيئة صنع قرار في داعش تولى أبو خديجة مسؤولية العمليات واللوجستيات والتخطيط التي ينفذها داعش عالميا ويدير جزءا كبيرا من تمويل التنظيم العالمي. أفادت الأنباء بأن حرائق غابات اندلعت في ولايتي تكساس وأوكلاهوما الأمريكية وإطلاق السلطات تحذيرات للسكان وعمليات إجلاء وسط ظروف جوية قاسية. وحذر مركز التنبؤ بالعواصف التابعة للهيئة الوطنية للأرصاد الجوية الأمريكية في بيان من حدوث حرائق شبه تاريخية، متوقعا هبوب الرياح عاتية تصل سرعتها إلى 130 كم في الساعة من الحدود الكندية إلى تكساس. من جهتها أعلنت إدارة الغابات في ولاية تكساس أن السلطات نجحت حتى الآن في احتواء ما نسبته 50% من الحريق في ويندميل بمقاطعة روبرتس، والذي امتد إلى أكثر من 11,000 فدان، فيما أخلت أجزاء من مقاطعة جراي من سكانها كإجراء اضطراري بسبب الحرائق المستعرة. وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن 3 أشخاص قتلوا جراء حوادث متفرقة بسبب الحرائق في ولاية تكساس، في حين أدت عاصفة ضربت ولايتي ميسوري وإيلينوي إلى أضرار كبيرة. بدأ سريلانكا اليوم السبت إعدادا للحياة البرية لإحصاء القرود والطواويس والسناجب العملاقة بهدف إدارة أعدادها في ظل شكوى المزارعين من خسائر في المحاصيل. وتشير بيانات حكومية إلى أن الزراعة تمثل 8% من اقتصاد البلاد وتوظف 8.1 مليون شخص، وهي رابع أكبر مصدر لمنتجات جوز الهند عالميا، وتنتج حوالي 3 مليارات حبة كاجو ومكسرات أخرى سنويا. وأفاد مسؤولا حكوميا كبيرا أن إنتاج جوز الهند وزراعة الخضروات والفواكه تضرر بسبب تدمير القرود والطواويس والسناجب العملاقة للمحاصيل. وذكر نائب وزير الزراعة والثروة الحيوانية في سريلانكا أن المشكلة تفاقمت لدرجة أن المزارعين يتخلون عن الزراعة، موضحا بأن الإحصاء هو الخطوة الأولى لفهم كثافة هذه الحيوانات في المناطق الزراعية، مما يمكننا من وضع سياسات مناسبة لإدارتها. يأتي الإحصاء بعد حادثة في فبراير عندما تسبب قرد في انقطاع التيار الكهربائي على مستوى البلاد، وعمليات قطع للتيار دامت 3 أيام. في الخبر الأخير في هذه النشرة، تم تحرير آلاف الأشخاص من مراكز الاحتيال الإلكتروني سيئة السمعة التي ازدهرت على الحدود مع تايلاند لسنوات، في عملية تعتبر الأكثر صرامة حتى الآن ضد هذا النشاط على طول الحدود بين ميانمار وتايلاند. غير أن العديد منهم تقطعت بهم السبل الآن في مخيمات مؤقتة في أنمار، لأن عملية تقييمهم وترتيب الرحلات الجوية لإعادتهم إلى بلدانهم بطيئة للغاية. وتشير التقارير إلى أن الظروف في المخيمات غير صحية والطعام بالكاد يكفي، والعديد من العمال المحررين في حالة صحية سيئة. ويتم دعوة العمال عبر الإنترنت بوعود وظيفة جيدة بامتلاك مهارات اللغة الإنجليزية والكتابة الجيدة على الكمبيوتر، ليجدوا أنفسهم مجبرين على العمل لساعات طويلة لتلبية هدف الاحتيال عبر الإنترنت في نظام وحشي وقاسي. لقد عملت الصين التي يأتي منها العديد من ضحايا الاحتيال على إغلاق مراكز عمليات الاحتيال على طول حدودها مع ميانمار، غير أن عمليات الاحتيال مستمرة. مشاهدينا، نختم نشرة هذا المساء بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. تطور زراعة الطاف بالري في مديرية تسني. منطقة لحازين تشهد ازدياد عدد الطلاب بنسبة 10%.
دعوة لتوسيع التدريب المهني في إقليم عنسبة. معطل زعيم داعش للعمليات الدولية عبد الله مكي مصلح في العراق. حرائق وعواصف تضرب ولايتي أوكلاهوما وتكساس. وسريلانكا تحصي القرود والطواويس والسناجب بعد خسائر في المحاصيل. سادتي سيدات، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.